القادمة يلعب كرة قصيرة. يا سلام يا فندون، ملعوبة المحاولة، كرة في الجول. نصر البطولات، نصر التألق، نصر الإبداع. هنا نصر يسجل الآن ويتقدم بهدف مقابل لا شيء. هنا المحاولة ولكن برافو لباسكال، برافو لباسكال فندونو، هو من صنع الهدف. بل أن وحيد أو بل أن أحمد عباس هو من سجل بأقدام فندونو، هو من سجل بأقدام باسكال. شوف المرور من باسكال، يا الله يا سلام يا سلام. هذه 75% من الجول، وكرة أحمد عباس 25%. شوف المرور من باسكال، اللاعب المعار من الريان القطري. شوف التمريرة، شوف النهاية. هدف اللقاء الأول يأتي عن طريق النصر وعن طريق اللاعب أحمد عباس في أول محاولة خطيرة، في أول وصول خطير، في أول كرة خطيرة يصل فيها النصر. على يسار ماجد ناصر المتخصص في قروة، كرة ملعوبة ركنية حاضرة تبي أحمد عباس للمرة الثانية هنا يظهر شمس النصر، يظهر شمس النصر في لقاء الخليجية في الدور نصف النهائي. عباس واحدة أيضا صعبة على كل الحراس. في اللقطة الماضية وضعها في مرمى ماجد، في مرمى ناصر، سجل للنصر في مرمى ناصر. شوف في قروة، شوف عباس. كرة القدم إذا حبتك حبتك، كرة القدم إذا حبتك خلاص ما في شيء يوقف. لكن شوف راسية، يا سلام يا عباس، يا سلام يا أحمد. راسية صعبة جدا في مرمى الحارس ماجد. هنا يسجل النصر. شمس النصر التي لا تغيب تسطع في الدور نصف النهائي. على بطاقة صفراء، يعني هو احتفظ بالكرة أكثر من اللازم أو من دون داعي، من دون داعي احتفظ بالكرة من دون داعي، وبالتالي هذا الاحتفاظ كلفه بطاقة صفراء وكلفه خطأ. الآن خطأ قد يشكل خطورة على مرمى الحارس ماجد ناصر، الحارس الأساسي لكرة القدم الإماراتية في الفترة الأخيرة، والحارس الذي سيتواجد في نهائيات كأس آسيا القادمة هنا في الدوحة مع المنتخب الإماراتي. كرة الآن، كرة ملعوبة في منطقة الجزاء الرأسية، جول جول. اليوم يوم عباس، المباراة مباراة عباس، اللحظة لحظة عباس، الفرحة صنعها عباس أيضا بكرة براسة، كرة براسة، وجمهور النصر كله يقول تسلم راسه، تسلم راسه. عباس يا عباس هو من يصنع الفرجة اليوم للمرة الثالثة. عباس يسجل هاتريك للاعب خط الوسط هنا في وسط غياب المدافعين والمهاجمين. شوف الكرة الماضية راسية، من فوق الكل ومن اعلى الكل وضع الكرة الماضية صعبة على ماجد، صعبة على ماجد. والكابتن ماجد الان يجد نفسه متاخرا وبثلاثية نصراوية تقرب النصر من نهائي البطولة الخليجية وتبقي الوصل بعيدا في انتظار مباراة العودة. مباراة عباس اليوم، مباراة عباس اليوم، لكن اللي يرد على